يا مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ بما اننا بقى داخلين على شم النسيم، فتعالوا نخلل مع بعض النهارده السردين بطريقه حلوه جدا. هعلمك ازاي تخلليه ويطلع معاكي مظبوط ويطلع باللون الوردي اللي انتي شايفاه ده، وازاي يطلع معاكي زبده ومستوي. طبعا كل اللي متابعني وعارفني عارف ان احنا خلينا مع بعض قبل كده الفسيخ وطلع نتيجته حلوه جدا. لو عاوزه تشوفي طريقه الفسيخ هتلاقيها موجوده في الفيديوهات عندك على الصفحه، اتفرجي عليها وجربي الطريقه وهتعجبك جدا. بس بقى لو اول مره تشوفيني، انا مياده ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى نشوف هنبدا نخلي السردين ازاي. انا جبت هنا بقى السردين. خدي بالك لما تيجي تشتري السردين، اولا ما تجيبيش الطريه، ثانيا ما تجيبيش اللي بطنها مفتوح، ثالثا تجيبيها يكون عينيها كده مصحصحه، ما تبقاش ميته على نفسها. رابع حاجة تجيبيها الخياشيم بتاعتها تكون وردي، ما تبقاش الخياشيم بتاعتها مغمقة او سودة. خلي بالك من النقط دي كلها علشان يطلع معاكي سردين كويس، لازم يكون طازة وفريش. جبت هنا بقى ملح وحطيت عليه معلقة من الشطة. الملح ملوش مقدار، على قد كمية السردين اللي انت هتحطيها. انت تمسكي بقى الراس بتاعت السردينة وتحشيها كده بالشكل ده. خدوا بالكم انا ما بغسلش السردين، عكس الفسيخ تماما. انا بجيبه وبسيبه يتصفى من اي دم او اي حاجة، وبعد كده بروح منشفاه بمنديل، لكن انا ما بغسلوش خالص، ما بحطوش تحت المية نهائي. جبت هنا بقى كيس يكون ناشف كويس او ما فيهوش ميه، وبدات احط فيه شويه من الملح صغيرين، وبدات بقى ارص السردين اللي انا حشيت راسه من فوق، وبين كل رق ورق بقيت احط ملح زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده في الاخر حطيت عليها ربع كوبايه من الزيت. اهم حاجه بقى لنجاح السردين الخطوه اللي جايه دي، انك تقفلي الكيس كويس قوي، تجيبيه كده من تحت وتروحي شداه لفوق، تسحبي منه اي هوا زي ما انا بعمل كده، وتقفليه كويس قوي قوي قوي. انا مش عايزه يدخله هوا نهائي، لانه لو دخله هوا بيبوظ وبيضرب مننا. هبدا بقى اقفله زي ما انتم شايفين كده، احطه بقى في كذا كيس. انا بحب اخلي الحاجات دي في اكياس عشان تبقى محكمه اكتر واقدر اقفل عليها كويس. لكم كمان ان انا واخده الطريقه دي من حماتي، ربنا يديها الصحه يا رب. بتخلي السردين حلو قوي، وبصراحه هي اللي معلماني طريقه تخليل السردين، فان شاء الله لو جربتوا طريقتها دي هتعجبكم قوي. هنا بقى خلاص بدات في الاخر خالص الفه بقى بستريتش، وهسيبه بقى على جنب كده لمده 11 يوم. هيقعد معايا بالظبط 11 يوم. تمام. هنا بقى بعد 11 يوم زي ما انتم شايفين كده، انا ما بشيلوش في علبه ولا حاجه يا جماعه، انا سبته زي ما هو كده بالظبط، لكن لو انت عايزه تشيليه في علبه مفيش مشكله خالص، شيليه. هنا كده خلاص. طبعا زي ما قلت لكم هو بعد 11 يوم فتحت عليه بعد 11 يوم بالظبط. تعالوا بقى نشوف نتيجته كانت عامله ازاي معانا. عايزه اقول لكم كمان كانت ريحته حلوه جدا، ما كانتش ريحه السردين اللي هي الوحشه دي. طبعا شايفيني طبعا لازم اضغط عليه من بره، الفضول قاتلني طبعا. لازم اتاكد ان هو كويس طبعا قبل ما افتح الكيس النهائي، لازم اتاكد ان هو طبعا طري. بصوا بقى كان عامل معانا ازاي. بصوا بيتفتح بكل سهوله، وكان طري وزبده، وكان خطير بصراحه. عايزه اقول لكم كمان بصوا لونه حلو قوي وردي كده، وما كانش غامق ولا اي حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا شلت الراس كده بتاعه السردينه، وبعد كده خدته غسلته تحت الميه. انا في الوقت ده بقى بغسله كويس قوي، بشيل منه اي قشر وبشيل منه الملح وكل حاجه. هبدا بقى اشيل السلسله زي ما انتم شايفين كده. بصوا طالع فصوص، يعني بجد طالع فصوص، كان حلو قوي. طبعا الصورة بتتكلم وواضح قدامكم. هبدأ بقى احطه في علبة زي ما انتم شايفين كده. تقدري بقى طبعا لو انت هتشيليه في التلاجة تحفظيه في علبة كده محكمة الغلق. هبدأ بقى افصصه كده واحطه في علبة. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، لو دوقتي السردين ولقيتيه ملحه زايد، ما تفتحوش كله، انقعيه في ميه. دي معلومه بقى انا هقولها لك، انقعيه في ميه حوالي ساعه او ساعتين قبل ما تفتحيه، وبعد كده هتلاقي الميه سحبت كل الملح اللي فيه. وابدأي بعد كده فصصيه وحطي عليه زيت وليمون، هتلاقي الملح اختفى نهائي. فما تقلقيش لو انت فتحت عليه ولقيتيه مالح، بس انت حاولي على قد ما تقدري وانت بتخلليه ما تحطيش ملح كتير بين الطبقات بتاعه السردين، علشان يطلع ملحه مظبوط معاكي. لان اللي بيزود الملوحه في السردين او الفسيخ الملح اللي بتحط كتير بين الطبقات، لكن الملح اللي بتحط في الراس بتاع الفسيخ او السردين ملوش علاقه خالص خالص ان هو
يخليه حادق او يخليه عادم من الملح. خلص بقى كل الكميه كده وارجع لكم. هنا كده بقى خلاص خلصت بقى كل الكميه كلها وتفصيصها كلها زي ما انتوا شايفين كده. هفضيها بقى في طبق واحط عليها زيت وليمون. طبعا لو هتاكليه في الوقت ده تفضيه بقى في الطبق، لكن لو هتسيبيه تاكليه بعد كده هتحطيه طبعا في علبه محكمه الغلق وتحطي عليها زيت وليمون وتركنيه بقى في التلاجة. لكن طبعا مين يقدر يقاوم الجمال ده؟ طبعا اول ما يتفتح لازم ندوقه على طول، دي ما فيهاش كلام. هبدا اعصر بقى عليه الليمون. انا عاوزاكم تجربوا طريقتي بقى في تخليل السردين، ويا ريت بقى لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.